آخر الليل أروح أتسحر عند أولادي وأرجع ثاني أنام في المقبرة. لأن الجنائز في الليل نعم أكثرها. كل الجنائز أكثرها تدفن في المقبرة في الليل، لأنه النهار حيكون الناس صيام والجو حار، والليل يعني ما في أي دليل على ما تخاف؟ ما تخاف؟ لا أبدا، لم يساورني خوف ولم أحلم كما ذكرت، ولا جاتني أحلام ولا شفت أشياء ولا سمعت أصوات؟ شفت الأشياء هذه مدة 21 سنة وأنا أغسل وأكرم الموتى، لم أحلم يوم من الأيام أنه في ميت جاني أو في ميت حضر أو جاني في المنام أنه ميت إني ما غسلته أو ما صليت عليه، أو إني يعني في تقليبه إلى جنبه الأيمن والأيسر اتكيت عليه، أنه الميت يشعر، يعرف مين اللي غسله ومين اللي كفن ومين اللي يتكلم فيه ويتكلم عليه يدعى عليه، لكنه لا يشعر لا يرد. يعني كيف يشعر شيخ وميت؟ ميت يشعر، يحس. حتى الماء عندما الفضل بن عباس انكف على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد قطعت وتيني يا رسول الله، لقد قطعت وتيني يعني قطعته قلبي. هو يبكي بعد ما غسلوا الرسول صلى الله عليه وسلم بثيابه، لما نزل لهم الوحي وقال لهم اغسلوه فغسلوه بثيابه، لما دخل عليه الفضل عباس رمى نفسه على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له قطعت وتيني. معنى ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني ارفقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ارفقوا به. فالمويه الماء نقربوا الميت لازم احطه على جسدي، لو ما تكون حاره في عز الحر ولا تكون بارده في عز البرد، تكون دافيه في كل حته. وعندما اقلبه على جنبه الايسر او جنبه الايمن اكون اقلبه برفق. انا سمعت لك قصه شيخ ذكرتني فيها.